بسم الله الرحمن الرحيم. عارف وانت بتسكرول على تيك توك وانستجرام وتلاقي فيديو يوقفك؟ ده اسمه ستوبر. وانا بتدبر سورة المائدة في كلمتين وقفوني: سماعون للكذب. الناس دي مش بتكذب بس، لا، الناس دي بتدور على الكذب فين وتروح تسمعه. دول عايشين كذب. ليه؟ عشان الكذب بيطبطب على الإنسان وبيريح ضميره طول ما هو ماشي مع مصلحته، لكن الحق بيفوق وممكن يحط الإنسان في مواجهة مع الغير هو مش مستعد لها. ولما تدبرت لقيت إن في أضرار بتصيب النفس بسبب الكذب، زي بتخلي صاحب الكذبة ده بيجيله إحباط كتير، ما بيعرفش يواجه، بيعيش في الوهم، بيجادل مجادل من الدرجة الأولى عشان يحمي كذبته. بس الأخطر بقى يوم القيامة لما يقف قدام الحقيقة ويقول زي ما ربنا قال لنا في القرآن: يا ليتني قدمت لحياتي. خلاص، الكذب بيريح لحظات بس بيدمر على اللونج تيرم. اوكي، تدبر سورة المائدة علشان تعرف أكتر عن الكذابين وصفاتهم، هتلاقيها واضحة في الصورة. ودايما افتكر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويا رب انصر فلسطين واحفظ مصر، والسلام عليكم.